بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبايبي هنعمل لكم أكلة مفيدة ومغذية للأطفال وللكبار. هي الكشري الصعيدي أو الإسكندراني، عبارة عن رز وعدس أصفر وبيض وبصل، وهنعمل جنبه صلصة بالثوم، وهنعمل اللهم صل على النبي سلطة. دي أكلة مغذية ومفيدة للكبار والصغيرين. في ناس بتقول عليها كشري الصعيدي، وفي ناس بتقول عليها كشري اسكندراني. وهنعمل ايه؟ هنحمر البصل وهنحط العدس مع الرز، هنغسلهم مع بعض. دي اول حاجة قدامكم اهي. المقادير زي ما انت عايزة: نص كيلو رز، كوبايتين رز مثلا وتحطي عليهم كوباية عدس، 3 كوبايات رز تحطي كوباية ونص عدس، او كوباية برضو براحتك، مش متقيدة بمقادير معينة. كيلو رز مثلا تحطي عليه ربع او اكتر من ربع عدس، يعني المقادير اللي انت عايزاه. ممكن كوبايه رز ونص كوبايه عدس، يعني انت براحتك خالص. دي حبايبي حطيت زيت، وادي البصل اهو. اول حاجه هنعملها ادي البصل زي ما انتم شايفين، نص تحميره. اروح حاطه التوابل بتاعتي، عباره عن كمون بس وملح اهو. اقلب كده عشان ريحه الكمون تطلع. نروح ضايفين الميه، اول ما ريحه الكمون تطلع معانا كده عشان التحميصه بتاعته. انا بحطش توابل، هو كمون بس. ممكن ساعات احط كزبره، بس انا ما عنديش كزبره دلوقتي، حطيت كمون والملح. نحط الميه ونسيبها تغلي. هنغسل الرز اهو زي ما انتم شايفين، ونحط عليه العدس ونغسلهم. ادي يا حبايبي ميه غليت، هنضيف بقى الرز بالعدس زي ما احنا غسلناه مع بعض، ونظبط الملح بتاعه، وهنظبط الميه بتاعته. وهنعمل ايه كمان؟ هنعمل التومه الصلصه، هنظبط الملح بتاعه نعمله كده، ملح مظبوط. هغطيها بقى واسيبها لما تشرب. هكسر البيض هوريكم هنعمله ازاي. ادي الصلصه بقى. هنعمل ايه؟ هنحط توم اللي احنا مفرزينه، اول حله فيها زيت، نحط معلقه توم اهي، احنا كنا مفرزينه قبل كده. ادي التوم اهي احمرت. صلصه. بس بقى الرز كده يتشرب، نروح موسعين مكان كده، نروح عاملين ايه؟ جايبين البيضه اهي بالعدد بقى اللي انت عاوزاه، حط لها شويه ملح وفلفل وكمون، نروح فاتحين كده اهي، نروح فاتحين كده مكان ليها، نروح منزلينها. طبعا بتعملي كده في العدد، شوفي بقى انت عايزه كام بيضه، 4 5 حسب العدد اللي انت عاوزاه. وبنروح حاطين منزلين الرز كده مغطيين، وتبقي عارفه مكان البيض فين. مثلا انا هحط 4 اهو، وهي واحده، وهحط ال3 زي حطيت اول واحده، هحط ال3 التانيين. الكشري حبايبي بعد ما استوى اهو،
شوف جماله اهو، فلفل وجميل. هغرف قدامكم دلوقتي. انا هطلع البيضه اهي. طبعا انتوا عارفه مكان البيضه فين اللي انتي كسرتيها، وفي ناس ممكن بتسلق البيض لوحده، بس انا هطفي عليه خلاص. ساعات بحط كده وساعات بسلق البيض لوحده واحمره، يعني دي حاجه براحتك. شايفه البيضه اهي اهي، شايفه جمالها. فانتي بتحطي العدد اللي انتي عايزه تحطيه بقى براحتك اهي. شايفه البيضه اهي، بس كمان وناخد من الصلصه اهي، سبكت، نحط على الوش كده. احلى كشري، وجبه هتعجبك. وتعملي جنبيها كمان، تعملي جنبيها سلطه خضراء. ادي السلطه، ادي وجبه غذائيه كامله. ما عندكيش البيض عادي ممكن تعملي العدس والرز. عندك خير وبركه، ما عندكيش خلاص. وزي ما انت شايفه بسيط وسهل، واكله سريعه ومغذيه للاطفال وللكبار، بألف هنا وشفا. ادي السلطه الخضراء وادي الرز، بألف هنا وشفا. ومتنسونوش في التعليقات واللايك والشير.